السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا أفضل خلق الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. عملت ده غدا ايه يا حبايبي؟ الغدا ده أنا كنت بحضره معاكم من البداية، بس لقيت الفيديو ضلمة لأن الكهرباء قطعت عليا وأنا شغالة في الفيديو، فما كانش في إضاءة يعني عامة. فالحمد لله وبعين ربنا انا كملته، بس ما كملتوش ما ظهرتوش لان لقيت الدنيا بقت ضلمه خالص، وانا كنت يعني كمان في بدايه الفيديو مش عارفه بقى الكهرباء هتيجي امتى. وده مواعيد غدا، فحضرت الغدا وقلت ان شاء القدر او ان ربنا اذن لي اصور لكم انا عملت غدايا ايه النهارده. هصور. ما شاش ما شاش مش عارفه. المهم القدر اللي وصل معايا لحد هنا بقى يصحح الكلمه دي. تمام. إيه. إيه. هصور. مش فاهمه بقى انا قلت ايه. المهم تمام. خلينا في المهم اللي ما مش عارفه هو ايه اصلا. المهم عملت ايه؟ عملت هنا رز معمر يا حبايبي. شايفين الرز المعمر عامل ازاي؟ لبن وقشطه والرز والملح مش اكتر. عندك بقى معلقه سمنه بلدي. شايفين اهو. ده لبن صبع عامل زي ديت قشطه بسمنه بلدي. تمام. عملت هنا صينية رز معمر كده ما شاء الله زي العسل، معاها فراخ كده ناشفة مبهرة بالمرتة. تمام. بالمرتة يا حبايبي، بالمرتة اللي هي ايه. عملت البصل والطماطم وفص توم وتوابل وملح ودعكتهم في بعض وقلبت الفرخة فيهم وولعت عليها النار وحمرت وشها على وش بتاع الفرن كده. تمام. عملت هنا بتنجان مقلي اهو للي يحب ياكل بعيش، طماطم وخيار مقطعاهم، معايا هنا خس، معايا مخلل، معايا هنا اناناس منجاوي. تمام. ده الغدا بتاعنا النهارده. عملت بقى هو كان يوم الفرن النهارده اللي هو الفراخ والمعمر، وقلت بما ان الفرن والع اعمل معاه كريم كراميل يبقى رطب كده وسقعان للي يحب يتعشى بقى في السهره، لان انا عملت الاكل ده مش هعمل غيره بقى ايه. ده معايا كده المدار طول اليوم. عملت برضو معايا هنا شفشق عصير اهو. العصير بتاعي ده عبارة عن ايه يا حبايبي؟ العصير ده عبارة عن اناناس منجاوي وفروتي مانجا اهو. بدي اللون ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انا بصور بايد واحدة اهو. لونه وطعمه زي الفل. تقدر ان انت تقدميه كمان لضيوفك معاكي في مناسبات عادي، قدميه عادي. انا عن نفسي بقدمه، بس هو كده معايا الاكل والعصير والحاجه الحلوه ديت معايا لمدار اليوم بتاعي كله. كان نفسي ان انا اصور معاكم الحاجه دي. اللي حابب طريقه اي حاجه من الاكل بتاعي ده او من الحلويات او من الكريم كراميل او العصير اكتبوا لي في التعليقات برضو ان شاء الله وبعين ربنا مش هتاخر عليكم. حابين تعملوا سلطويه المعمر دي يا حبايبي اعملوا عادي، بس احنا بالنسبه لنا يعني فيه شيء بياكل قبل شيء، لان احنا مش بنتجمع عيالي في دروس، وطبعا العيال بتتاخر، الواد بتاخر يعني ابن الكبير بيتاخر. تمام. فاللي في شغل بقى واللي موجود واللي قاعد واللي بره واللي هنا، فما بفضلش ان انا اعمل السلطه علشان بتبقى تزرد ميه كده. وكمان يعني ممكن حد يقول لي ما تحطش عليها ملح، احنا ما بنحطش على السلطه خالص ملح يا حبايبي. الا ان كان في اي وقت بقى عندي شويه دقه كده باقيين من البرنجان حلوين كده. شايفين الدقه دي بالطماطم والفلفل الاخضر والخل والثوم والتوابل، بتبقى حاجه كده ايه ما شاء الله عليها فاخر من الاخر. حبيت ان انا اصور معاكم الاكل ده واطلع كده ان انا اسلم عليكم واقول لكم وحشتوني كتير كتير كتير. واحنا مقبلين ان شاء الله على العشر الاوائل من ذو الحجه. ربنا يعودها علينا وعليكم من الايام بخير. ربنا يعين كل من كان من الناس الصايمه في الحر ده، فربنا يعينهم ويقدرهم. اللهم امين. اهلا وسهلا باخواتي الجداد اللي دخلوا معايا، ووجوهكم على راسي من فوق. ربنا يديم التواصل ما بيننا يا رب بكل خير، ونقدر يا رب كده نقف جنب بعضنا وقنواتنا كلنا تنجح ونقدر ناكل منها لقمة عيش حلال. اللهم امين. ربنا يكتب لنا الخير كلنا جميعا، واهدلنا ولادنا واهدلنا العواصي واهدلنا اللي حوالينا كلهم، وابعد عننا الشر وابعد عننا الاذى احنا وولادنا جميعا. امنوا يا حبايبي
والدعوة عامة للجميع بكل خير. الفيديو لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا يشترك ويدوس على كلمة الكل. نترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.